صباح الخير من بريسبن. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة علينا وعليكم يا رب إن شاء الله. وإن شاء الله تكون سنة كده يكون فيها يوجدوا فيها إن شاء الله الفاكسين أو بيسموه التطعيم، وإن شاء الله كمان يوجدوا العلاج. وإن شاء الله تعدي الأيام اللي احنا فيها دي على خير. خلاص السنة دي قربت تخلص وهانت، كلها حاجة و30 يوم وإن شاء الله تخلص على خير. طبعا أنا موجود دلوقتي في ميدان جورج، يعتبر الميدان الرئيسي في مدينة بريسبن، عاصمة كوينزلاند، ولاية كوينزلاند في أستراليا. كلمتكم النهاردة على المثيل. كان من فترة من حوالي شهر بس أنا معرفتش أطلع فيديو معاكم الفترة اللي فاتت بسبب كان عندي بس إصابة كده شوية. هكلمكم النهاردة عن الانتخابات وازاي الانتخابات دي بتتم وازاي بيكون لو كانت اول انتخابات احضر. الانتخابات هنا في استراليا بتبقى في انتخابات الولاية وانتخابات الفيدرالية اللي بتتم على استراليا كلها، اللي هم اللي بيحطوا الدستور، اللي بيحطوا الميزانية بتاعت الحكومة. لكن ميزانية الولاية أو الناس انتخابات الولاية، الناس اللي هي بتتحكم في ميزانية الولاية زي التعليم والصحة والنظافة والمباني والحاجات اللي هي زي ديت، ودي تقريبا بتهم أغلب الناس، عشان خاطر انت بتشوف انت عايز زي ما البلد المكان اللي انت عايش فيه يبقى نظيف زي كده، بيبقى فيه مساكن كفاية، بيبقى فيه مدارس كفاية، بيبقى فيه مستشفيات كفاية. هتلاقي مثلا الولاية اللي انا عايش فيها الاسعاف مجاني. مش كل الولايات في استراليا فيها الاسعافات مجانية، فطبعا انت الحاجات دي بيبقى موجودة فيها من ولاية، تختلف من ولاية لولاية عشان خاطر لكل ولاية ليها الحكومة بتاعتها. ودي كانت الانتخابات اللي فاتت اللي هي انتخابات ولاية كوينزلاند. الانتخابات هنا لما رحت ما كان كل مرة المفروض بيعملوها في مدارس وكده، بس المرة دي ما عملوش الانتخابات في المدارس بسبب كورونا. رحت لقيت الناس كلها واقفة قدام مكتب كده بيعملوا فيه الانتخابات ديت. كمان لقيت الناس كلها المرشحين واقفين قدام البتاع وبيتكلموا معاك عادي، وفي منهم ناس بيوزعوا ورق زي دوت كده اللي هو فيه المرشحين واقفين قدام الباب على طول. ناس بتتكلم معاك، بيشرح لك البرنامج بتاعه، بس طبعا بصورة سريعة، يعني يقولك هو الفكرة عنده ايه او الميزة اللي عنده اللي انت تختارها ايه. اللي هو بيحاول يعمل معاك مثلا 30 ثانية محادثة سريعة يشرح لك الموضوع ايه، وانت عشان تقرر وتختار. مفيش حد بيزق في حد، ان الناس كلها واقفه في طابور، والمرشحين تقريبا برضه هم كانوا واقفين زي في طابور، وانت بتعدي عليهم واحد واحد، بيعدي عليهم ويبتدي الناس تكلمهم او يدردشوا معاهم في الوقت اللي هم واقفين فيه في الطابور. في طبعا تحالفات بتتم، وفي احزاب بتبقى ضد احزاب والكلام من دوت. انا مش هقول لك انا اخترت ايه، بس انا همشي مع اللي هو الحزب الخضر دول، عشان خاطر هنا هم شارحين لكل حزب ايه هو الحزب دوت. بقية الاحزاب طبعا برضو كل واحد فيهم بيحط لك المرشحين اللي هو بيقول لك انا بفضل انك انت لو هتختارني تختار معايا القائمة زي دي كده. كل واحد بيبقى ليه طبعا فكره وبيبقى ليه توجهات وكل حاجة. هتلاقي هنا مثلا ده حزب الجريمة اللي واحد اسمه جو كولت دوت الحزب الخضر، بيقول لك لو انت هتختارني اختار معايا كمان حزب العمال، تختار معايا كمان ثالث واحد تختارهم بيني سوزان او سوزان بيني. دي المفروض الست دي كانت بتتكلم على موضوع اللي هو يسموه ال5G، انها مش عايزه تعمل ال5G او رافضه موضوع ال5G، ورافضه حاجات كتير ليها علاقه بالصحه والبيئه والكلام من دوت. هتلاقي بعد كده قال لك اختار الليبرال اللي هو الاحرار، حزب الاحرار. بعد كده قال لك اختار جون ماكابي، اعتقد ان هو كان الراجل دوت حر مع نفسه، يعني معهوش حد. بعد كده قال لك تختار رقم 6 ماركوس كوفيلد.
وبعد كده قال لك تختار اللي هو بولين هانسون. بولين هانسون دي قال لك اختارها اخر واحد. بولين هانسون دي تعتبر الست المجنونة لو دورت عليها في البتاع، اللي هي دخلت البرلمان بالنقاب وقالت زي ما انتم سامحين للمسلمين ان هم يلبسوا نقاب، انا كمان هلبس نقاب وهخبي وشي. ومجنونه كده يعني، انت طرقعه كده، كارهه، مش كارهه المسلمين بس، هي كارهه العالم كله، كارهه الاسيويين، وعايزه توقف الهجره وكلام من دوت. والحمد لله خدت صوت واحد بس او خدت مقعد واحد بس في البرلمان، وده الحاجه كويسه يعني. انا ما بحبهاش واغلب الناس ما بتحبهاش يعني، بس هي بتنجح كده يعني. حزب الخضر خد مقعدين بس. حزب الخضر دوت بيهتم بالعمال جدا، بيهتم بالقضايا الفلسطينية، بيهتم بحرية الناس كلها يعني، بيهتم بالعمال ويهتم بالأحرار، هم الاتنين مع بعض يعني. ان هو بيفتح قلبه للجميع يعني، عايزك كل الناس تعمل كل اللي نفسها فيه، تعمل كل اللي هم عايزينه، بس من غير ما نضر بعض ومن غير ما نزعل بعض. دي فكرة حزب الخضر يعني. يجي يقول لك الفلسطينيين من حقهم يعيشوا بحرية، واليهود برضه ما يخرجوش من إسرائيل، والاثنين يعيشوا مع بعض، والدنيا تبقى حلوة، والدنيا يعني يطلعوا باسبورات والدنيا تبقى جميلة يعني. ده حزب الخضر. حزب بيسموه اللي هو العمال، باين جدا ان هو من اسمه ان هو حزب تقليدي بحت جدا عن بمساندة العمال وقضايا العمال، اللي هو زيادة المرتبات وزيادة بيسموها اللي هو اللي بتاع التأمينات، يخلي أصحاب العمل يدفعوا فلوس تأمينات كتير، يعمل اجازات، الكلام ده كله، يفتح الهجرة عشان خاطر هو عايزين عمال كتير تيجي تشتغل. ده اللي بيبقى دماغه اغلبها في الطريقة دي. الحزب اللي بعد كده اللي هو الحزب الأحرار. حزب الأحرار دوت يعتبر المنافس التقليدي لحزب العمال، وهما الاتنين بينافسوا بعض جامد جدا جدا جدا. حزب الأحرار دوت اللي هو بيهتم جدا بأصحاب الأعمال يعني. يجي يقول لك لا والله احنا نزود عمال ونضغط ليه على صاحب العمل، طب ما احنا كده هنقلل الاستثمارات ونقلل الفلوس في البلد، لا احنا عايزين نخفف الضغط عليهم شوية عشان الناس دي تيجي تفتح بيزنس عندنا كتير. وده اللي تقريبا في ناس برضو بتميل للفكر دوت كتير هنا. واتكلمنا على سوزان بيني. تقريبا دي اغلب الاحزاب اللي موجوده هنا، ما فيش احزاب كتير بس هم اقوى حزبين زي ما قلنا، حزب الاحرار وحزب العمال. دي كانت فكره بسيطه للناس اللي هتيجي بعد كده استراليا ويحبوا ياخدوا فكره ازاي السياسه بتتم وازاي يختاروا الاحزاب بتاعتهم. وطبعا انتم ممكن تقروا اكتر عن الموضوع دوت، وخصوصا على موضوع المجنونه بولين هانسون لو حابين تقروا عنها. هي مشهورة جدا انها دخلت البرلمان بالنقاب، وكانت يعني مش داخلة فرحانة بيه، داخلة انها متخفية يعني، ودي حاجة تضر بالبلد والمفروض ما يلبسوش نقاب وحاجات من كده. شكرا والسلام عليكم. لو محتاجين اي حاجة ابعتولي ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.